السلام عليكم ورحمه الله. جيت لكم حبايبي النهارده في فيديو جديد. طبعا عشان ما اطولش عليكم الفيديو، احنا مقشرين الرنجه وادي البطروخ الناشف بتاعه والبطروخ الطري. هعمل النهارده كذا صنف رنجه، خليكم معايا ونبدا نشيل الشوك الكبير منها ونظبطها واوريكم ايه الحلباء هنعمل ايه. خليكم معايا حبايبي. زي ما انتم شايفين رجعت لكم تاني اهو. ادي الرنجه دي نضفناها، دي هنعملها سلطه رنجه بالبطروخ الناشف. وادي دي الرنجه نضفتها وعصرت عليها زيت وليمون، عملت طبقين كده. ودي الرنجه بقى اللي انا هعملها سبريد، اللي هي هنضربها في الخلاط مع البصل والفلفل وطحينه بقى. ماشي اهو زي ما انتم شايفين، ده بطروخ طري اهو اهو زي ما انتم شايفين. ماشي دول كده الطبقين دول خلصنا منهم، حطينا الزيت اهو، الزيت والليمون عليها اهو. ماشي حبايبي اهو الزيت اهو والليمون، عصير الليمون كويس، الليمون كبير اهو زي ما انتم شايفين. هكمل بقى الباقي وارجع لكم. دي بقى انا جبت شفشق الخلاط، هحط فيه الرنجه دي اللي هي هضربها سبريد، واخده معاها 2 بطروخ طري. ماشي يا حبايبي، وهنزل بحبه فلفل وبصل. ماشي وهروح ضربهم كلهم في الخلاط بطحينه. خليكم معايا نجيب الطحينه ونجيب الحاجه واوريكم اهو. زي ما انتم شايفين نزلنا اهو بالرنجه. ماشي هناخد بقى ايه معلقه كده ببصل بالفلفل مع بعض، مش كتير. وهننزل بمعلقتين طحينه والزيت وليمونه وحبه خل صغيرين، معلقه خل كده. ماشي يا حبايبي خليكم معايا. وادي الطحينه يا حبايبي هنقربها كده، ادي معلقه، ادي المعلقه هننزل بيها كده. لو انت بقى مثلا انت اللي بتصوري لنفسك، ناخد كده بالبرطمان نحط مقدار معلقتين، معلقه وادي المعلقه التانية. ماشي يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده. وهننزل بالخل، معلقه خل. ماشي وهنعصر نص ليمونه، طبعا ليمونه كبيره النص بتاعها هيبقى كتير. ماشي يا حبايبي خليكم معايا اهو يا حبايبي. زي ما انتوا شايفين ادي نص الليمونه هنعصرها، وهنحط بقى حبه زيت. ماشي يا حبايبي خليكم معايا اهو. زي ما انتوا شايفين ادي الزيت، هنزل ايه بمقدار معلقتين كده اهو. نزلنا بمعلقه وادي التانية. انا مش عايزه زيت ايه كتير. ماشي دي كده الرنجه السبريد. ماشي يا حبايبي خليكم معايا نضربها بقى في الخلاط وارجع لكم اهو يا حبايبي. زي ما انتوا شايفين هنبدا بقى حطينا الخلاط اهو. ماشي نبدا نغطيها وهنضربها ايه مع بعض، ضربه وافصل ضربه وافصل. هخلصها بقى خالص واوريها لكم، خليكم معايا اهو يا حبايبي. زي ما انتوا شايفين بصوا نبدا بقى نفضيها في الاطباق بتاعتنا وارجع لكم. هفضيها وارجع لكم على طول اهو يا حبايبي. زي ما انتوا شايفين فضيناها اهو. هخلصها خالص بقى الطبقين واوريهم لكم. ماشي خليكم معايا اهو يا حبايبي. زي ما انتوا شايفين طبق حطينا عليه شطه للي عايز، والطبق التاني خليناه زي ما هو. ماشي ده حطينا بقى على وشها كده نقطه زيت عشان تدي اللمعه دي. ماشي زي ما انتوا شايفين. يبقى احنا كده ايه خلصنا من النوع التاني اهو. زي ما انتوا كده شايفين ادي كده ده النوع اللي احنا قلنا الاول نضفناها كويس وطلعنا منها الشوك، حطينا عليها زيت وليمون. ماشي ودي اللي احنا ضربناها في الخلاط وكده مع بعض احنا خطوه بخطوه. فاضل بقى دي هنعمل حبه ببصل وفلفل وطحينه، والحبه التانيين بقوطه وفلفل وبصل، وممكن نحط طحينه وممكن لا، عشان اللي عايز ياكل كده ياكل كده، عشان دي كمان فيها طحينه يعني هنغير ايه في ام سلطه. ماشي يا حبايبي خليكم معايا اهو. زي ما قلت لكم حبايبي دي عملناها سلطه رنجه، عصرنا ليمون وعصرنا وحطينا زيت وحبه خل صغيرين، مش هنحط فيها شطه عشان لو اطفال كلوا منها. ودي بقى هنعمل طبق بالشطه وطبق من غير شطه، البصل والفلفل والرنجه وطحينه وزيت وليمون وبرده نطره خل صغيره. ماشي وادي الاطباق هنفضي فيها وارجع لكم تاني اهو يا حبايبي. زي ما انتوا شايفين اهو، دي اهي ما حطيناش عليها شطه
وادي ام شطه اهي والبطروخ الناشف، وادي اللي هي السلطه. يبقى كده الرنجه بتاعتنا كلها جهزت اهي. دي السبريد، وادي اللي هي ام زيت وليمون ماشي اهو زي ما انتوا شايفين. وادي الخس بقى يتاكل معاها خس وبصل اخضر. مش يا حبايبي ما تنسونيش بقى في اللايك والشير، واللي ما اشتركش معايا في القناه يشرفني يشترك معايا في القناه.